قصتنا النهاردة هي قصة نجاة. نجاة اللي كانت عروسة زي أي عروسة بتحلم بيوم جوازها، اليوم اللي هتروح فيه على بيتها مع عريسها وتعيش على مزاجها من غير ما أي حد يتدخل في قراراتهم. وبالرغم من إن نجاة ومحمد هيتجوزوا في بيت عيلة، إلا إن محمد كان مطمن نجاة إن بيت العيلة عندهم مختلف خالص، وإن ماما ست طيبة جدا وعمرها ما هتتدخل في حياتهم. بس الحياة كانت عكس كده خالص. بدأت من أول يوم جواز، أول يوم جواز نجاة ومحمد اللي ما كملش على خير أبدا. تعالوا شوفوا بنفسكم هيحصل إيه. بعد فرح نجاة ومحمد ما خلص بساعتين تلاتة، صحيت نجاة على صوت سويت طالع من شقة حماتها. صحت محمد وهي مفزوعة وقالت له: قوم يا محمد، أمك وإخواتك بيصوتوا تحت، قوم شوف في إيه. نزل محمد يجري عشان يشوف في إيه، ولقى أمه وإخواته بيعيطوا وأخوه بيقول له: جدك مات يا محمد. وفجأة لقى أمه بأعلى صوت بتقول: مراتك أدمها أدم شؤم علينا يا محمد. رجع الكل من الدفنة وهما بيبصوا لنجاة وبيعاملوها كأنها هي فعلا اللي موتت جدهم. بس أم محمد كانت أول واحدة بتتكلم بصوت واطي بس كان مليان قسوة. وكانت كل ما تشوف حد تقول: من ساعة ما دخلت والخراب دخل وراها. محمد كان ساكت، كأنه كان عايز يقول حاجة بس مش قادر. سكوت محمد كان أقسى على نجاة من أي اتهام ومن أي كلام بيتقال عليها. نظرة أهل محمد لنجاة على إنها نحس ما كانتش هي المشكلة الوحيدة اللي واجهتها، دي بس كانت البداية. الأصعب بالنسبة لنجاة كانت اللي عاشته بعد كده، لما لقت نفسها بتخدم في بيت حماتها وممنوع تطلع على بيتها إلا وقت النوم وبس. ولأن نجاة كانت متربية في بيت بيحترم الخصوصية جدا، كان صعب عليها تتأقلم على إنها تعيش جوازها على الملأ وتبقى حياتها كلها قدام الناس. مرت الأيام وحمل نجاة بدأ يكبر، وبدل ما دنيتها توسع قدامها كانت بتضيق عليها أكتر. كانت كل ما تروح وتشتكي لمحمد كان بيرد عليها بنفس الجملة ونفس البرود ويقول: هي دي عيشة أمي وخالاتي، وهي دي عيشتك، أنا ما عنديش أي حل. ومن هنا نجاة فهمت إن مفيش حد هينقذها غير نفسها، ويا إما تسيب كل حاجة وتهرب، يا إما ترضى وتعيش من غير ما يكون ليها حق حتى إنها تشتكي. بس هي اختارت طريق تالت خالص، طريق أذكى. حطت خطة على قد عقولهم تستغل جهلهم وتلعب على خوفهم، خطة تثبت لهم إن نجاة فعلا وش نحس زي ما هم فاكرين. بدأت نجاة تلعب لعبتها بهدوء، قعدت تحكي لحماتها واخوات جوزها حكايات من وحي خيالها عن إن كل مكان بتدخله لازم يحصل فيه مصيبة. كانت بتتكلم وكأنها متضايقة من نفسها وخايفة تأذي أي حد حواليها، فالكلام صدقوه بسهولة. وما وقفتش عند الكلام وبس، دي ابتدت تتحرك من ورا الكواليس وتخرب حاجات في البيت من غير ما حد ياخد باله، تبوظ حلل، تقطع بطاطين لحماتها، وتسيب وراها أثر بيخلي أي حد بيربط اللي حصل بيها هي. مع الوقت أهل محمد ابتدوا يقتنعوا أكتر وأكتر، لحد ما الخوف عندهم اتحول لهوس. ونجاة ما كانتش خايفة أبدا من إن محمد يطلقها، لأن برغم ضعف شخصيته قدام أهله، إلا إنه كان بيحبها جدا، وكانت متأكدة إنه مش هيصدق الكلام ده. أم محمد ما استحملتش كتير، يا دوبك أسبوع من خطة نجاة وطلبت تقعد مع محمد، وقالت له بصوت متوتر وخايف: يا محمد يا ابني، أنا لو مراتك ما كانتش حامل أنا كنت قلت لك طلقها من غير تفكير. دي الخراب ماشي في رجليها، بس للأسف دلوقتي مفيش قدامك غير حل من الاتنين: يا تقفلوا عليكوا بابكوا وما اشوفش وش مراتك عندي تحت تاني، يا إما تاخد مراتك وتشوفلكوا أي شقة تاني في أي حتة في البلد، أنا مش عايزة أشوفها. على قد ما الكلام يبان قاسي، بس محمد من جواه كان مرتاح، أصله عارف إنه هو ده اللي كانت عاوزة توصله نجاة، ويمكن هو كمان، بس ما كانش قادر يواجه بيه أمه. وبكده نجاة عزلت من بيت حماتها وبقى ليها بيتها الخاص بيها. بس فضل قدامها سؤال واحد: هل هي غلطانة؟ هل هي اتسرعت في الحكم على حماتها وكان المفروض تستحمل أكتر من كده؟ لو انتوا كنتوا مكان نجاة كنتوا هتتصرفوا ازاي؟